الذاكرة بشكل عام عند البشر، ازاي بنفتكر الأشياء، وازاي آه، الأشياء بتتخزن في دماغنا بالشكل اللي بيخلينا قادرين إن احنا نحفظ عدد كبير من المعلومات، كانت محل دراسة العلماء على مر التاريخ. ومن الحاجات اللطيفة اللي دايما لها علاقة بالذاكرة، إن أنت لما بتحاول تفتكر شكل حاجة مثلا أنت بتتعامل معاها بشكل يومي، بتشوفها كل يوم زي العملة. مثلا لو أنا دلوقتي قلت لك ارسم شكل عملة، مثلا لو في مصر مثلا شكل العملة 100 جنيه، أنت لما بتشوف شكل 100 جنيه بتعرفها، لكن آه، في الغالب أغلب الأشخاص ما يقدروش يرسموا معلومات كتيرة عن 100 جنيه، مع إنها بيتم تداولها قدامهم بشكل يومي. وده بيرجع لأن الذاكرة عندنا بتهتم بالأشياء الأكثر أهمية. يعني آه، بمعنى ان انت حتى مثلا لو انا قلت لك، لو انت في شركة مثلا وعندكم يونيفورم بتلبسوه، وقلت لك ارسم لي اليونيفورم اللي انت بتاع الشركة، ممكن ما تقدرش تفتكره، لانه الذاكرة بتهتم بالاشياء الاهمية اللي هي ما بتتغيرش. الدماغ عارف ان العملة مثلا ممكن تتغير في اي وقت، فما هواش من الضروري ان انت تحفظ تفاصيل العملة. اللي يهمك بتحفظ أكتر أبعاد العملة، بتحفظها أكتر من التفاصيل، بتحفظ الأبعاد. يعني أنت يقينيا بتبقى عارف إنه مثلا 100 جنيه في الحجم أكبر من 10 جنيه شوية، وهكذا. وبالنسبة لمثال اليونيفورم، مخك بيبقى مهتم إن هو يحفظ وجوه زملائك والاختلاف ما بين وجوههم بغض النظر عن الملابس بتاعتهم. الذاكرة عندك الذاكرة عند البشر عامة فيها جزء فسيولوجي، جزء له علاقة بعلم النفس. على سبيل المثال، انت كلنا بنتعرض لموقف ان انت مثلا بتبقى راكن العربية بتاعتك في باركنج كبير وبتنسى مكان العربية، لكن تخيل معايا ان انت لو وانت بتركن مثلا عملت حادثة أو خبطت العربية اللي جنبك، فهتفضل فاكر المكان دايما، بل إن أنت لو حتى مع مرور السنين، لو جيت المكان ده تاني هتكون فاكر إن أنت عملت حادثة في المكان ده، لأنه الذاكرة في الحالة ديت بتكون مرتبطة بالشعور بالخطر أو الشعور بالمكافأة. والشعور بالخطر أو المكافأة من أكتر يعني من أكتر الظواهر النفسية اللي بيبقى لها علاقة كبيرة بالذاكرة. فالذاكرة تقدر تقول إن في حالة تعرضك للخطر في مكان ما، أو حصولك على مكافأة أو شعورك بسعادة، بتتنشط عندك نوع من الذاكرة تقدر تسميها الذاكرة النفسية. في قديم الزمان، على أول حد في التاريخ تقريبا أعطى تفسير للذاكرة هو الفيلسوف أفلاطون، وكان بيتخيل إنه الذاكرة عبارة عن حاجة زي لوح الشمع بتنطبع عليها الذكريات، وبعد كده بيتم تشفيرها، وبعد كده بتتخزن في الذاكرة طويلة الأمد. والعملية اللي بعد كده اللي هو عملية استدعائها لما تحتاج المعلومات. الكلام ده يعني كلام أفلاطون، ما هوش مش بعيد كل البعد عن الصحة، لأننا هنعرف بعد كده خطوات الذاكرة. هو تصور أفلاطون ولو أنه من قديم الزمان، لكنه كان قريب من الصحة. ومن الحاجات اللي بتميز الذاكرة بتاعتنا، أو ممكن أي حد فينا يحسها، إن أنت الذاكرة بتاعتنا انتقائية بشكل كبير. مثلا على سبيل المثال، إن أنت لما لو أنت مريت بتجربة إن أنت مثلا عرفت شوية معلومات مثلا عن نوع معين من الأسماك، وعدى زمن على الموضوع ده، لما تيجي لو جت قدامك
معلومات عن نوع تاني من السمك، بتربط المعلومات ببعض، وده بيعزز الذاكرة عندك. فيمكن المتخصصين بينصحونا ان احنا لو عايزين نعزز ذاكرتنا في موضوع ما، نحاول نعرف تفاصيل اكتر ومعلومات مشابهة حوالين نفس الموضوع ده. بيخلي الذاكرة عندنا تشعر انه الموضوع ده مهم، فبتبدأ تربط المعلومات اللي لها علاقة بيه وتعززها في الذاكرة. العلماء طبعا عملوا أبحاث كتيرة بخصوص الذاكرة. من أهم الأبحاث ديت كان بحث عن العلماء كانوا عايزين يعرفوا آلية النسيان، إزاي البشر الذاكرة بتاعتهم بتتضاءل وبينسوا الأشياء. ففي عالم عمل التجربة على نفسه، جاب عدد كبير من مقاطع الكلمات وحفظها، فلاحظ إنه عملية إن أنت تنسى بتتم بشكل تقدر تقول عليه بكيرف أسي، اللي هو الكيرف اللي شكله كده. بمعنى إن أنت لما أول ما تحفظ المعلومات بتنساها، بتكون أعلى وتيرة إن أنت تنسى بتكون في أول أيام. بعد كده بتبدأ وتيرة النسيان تقل لغاية ما تنعدم تقريبا، خلاص بيبقى معلومات ثبتت في دماغك. فزي ما بنقول إنه عملية إن أنت تنسى بتبقى سريعة جامد في الأيام الأولى، وبعد كده بتبدأ تقل. وكمان الخبر السعيد لنا كلنا ان انت حتى المعلومات اللي انت نسيتها ما تمش محوها تماما من مخك، بدليل ان انت لما تتعلم شيء جديد لأول مرة وتسيب الموضوع لمدة شهور فترجع تتعلم الموضوع تاني، بتلاقي نفسك اتعلمت الموضوع أسرع. وده بسبب انه مخك محتفظ ببعض المعلومات عن الموضوع لكن مش موجودة في الذاكرة الواعية. الذاكرة تقدر تقسمها لجزئين، ذاكرة واعية وذاكرة غير واعية. الذاكرة الواعية الذاكرة اللي انت بتقدر تستدعي منها المعلومات في أي وقت انت عايزه، فبالتالي هي موجودة في مخك والمعلومات متربطة ببعضها. لكن الذاكرة الغير واعية يكون في بواقي معلومات موجودة انت حفظتها قبل كده، لكن محتاج بس ان انت تعيد حفظها تاني. ما بتحتاجش منك وقت سريع، وبتقدر تعيد حفظها مرة كمان. في عالم تاني عمل تجربة برضو على الذاكرة، لكن في الحالة ديت هو عمل التجربة بشكل تاني. جاب مجموعة من الناس وطلب منهم انهم يحفظوا قصة يعني طلب من الناس دول ان هم يحفظوا قصة علشان نعرف طبيعة الذاكرة بتاعتنا. هو استنتج من التجربة ان الذاكرة بتاعتنا ما هياش شبه ذاكرة الفيديو او ذاكرة يعني ما بتحفظش المعلومات زي ما هي تماما. لا بالعكس، الذاكرة عندنا بتحفظ الاشياء بناء على تجارب الشخص السابقة وتوقعاته وأفكاره. يعني أنت لما بتطلب منك تحفظ قصة ما، مستحيل تحفظ نص القصة. أنت بتحفظ من القصة بتحفظ معنى مناسب، لازم يكون المعنى ده مناسب مع توقعاتك السابقة وخبراتك وأفكارك. تقدر تقول إن مخنا بيخدعنا وبيحفظ المعلومات بشكل متوافق مع خبراته السابقة. وده اللي اكتشفه العالم من لما جرب الموضوع ده على عدد من الأشخاص. وكمان الحاجة المثيرة للدهشة إن إحنا لو كنا حفظنا قصة معينة وفعلا كيفنا القصة مع أفكارنا ومعتقداتنا وتوقعاتنا، مع الوقت بنبدأ ننسى أجزاء من القصة. اللي بيحصل في الحالة دي المخ بيكمل خداعه لنا ان احنا الاجزاء المفقودة بنكملها برضو على حسب توقعاتنا وعلى حسب افكارنا وعلى حسب معتقداتنا. وبعد ما بنكمل القصة مخنا بيبدأ يقنعنا ان هو ده الجزء الحقيقي من القصة، مش احنا ما اختلقناش الجزء ده، لا ده هو جزء حقيقي من القصة. فتقدر تقول ان ده خداع كامل من المخ، وبيبين لك قد ايه ان الذاكرة
الإنسانية تقدر تقول إنها غير موثوقة في بالذات في موضوع القصص، ويمكن ده ليه علاقة بجزئية مثلا في الإسلام زي إثبات حد الزنا، إن أنت علشان تثبت الزنا على شخص أو شخصين محتاج 4 شهود، ومحتاج إن الشهود دول يقولوا التفاصيل بنفس الكيفية بالظبط. لو اختلفت أي تفصيلة من شخص عن التاني ما تثبتش جريمة الزنا على الأشخاص ده، لأنه ربنا سبحانه وتعالى عارف قد إيه إنه الذاكرة بتاعتنا كبشر ساعات بتختلق لنا أشياء وبتقنعنا إن إحنا الأشياء الناقصة بتختلقها لنا وبتقنعنا إن هي دي الحقيقة. طبعا بنسأل نفسنا دايما هي الذاكرة بتشتغل إزاي؟ الذاكرة بتشتغل بالشكل الآتي. رقم 1 عملية تلقي المعلومات، ودي بتتم عن طريق الحواس، البصر والسمع وغيره. وبعد كده بتتم عملية التشفير، يعني تقدر تقول تحويل المعلومات دي لصيغة ما قابلة إن هي تتخزن في المخ، وبعد كده بنخزنها في المخ. وبعد كده المرحلة الأخيرة هي عملية الاسترجاع، إن إحنا بنقدر نسترجع المعلومات لما نكون محتاجين لها. مشاكل الذاكرة تقدر تحصل لو أي عملية من ال3 عمليات بتوع الذاكرة اللي هم التشفير وبعدين التخزين وبعدين الاستدعاء، لو حصل مشكلة في أي عملية منهم ما تقدرش تسترجع المعلومات وعملية الذاكرة بتكون فشلت. مشكلة التشفير بتحصل لما نكون عندنا ضعف انتباه، يعني حد بيكلمك في حاجة أو بيعرض عليك حاجة المفروض إن أنت تفتكرها بعد كده، لكن أنت مش مركز كل انتباهك معاه، فبالتالي بيحصل مشكلة في التشفير. المعلومات ما بتدخلش كاملة أو ما بتدخلش مترابطة مع بعضها، فبيحصل مشكلة في التشفير، فما بتقدرش تدخل للنقطة اللي بعدها اللي هي التخزين. المشكلة اللي بتحصل في التخزين اللي هو مشكلة التلاشي، اللي هو مشكلة النسيان، إن أنت بتنسى الحاجات اللي تم تخزينها. المشكلة اللي بعد كده في المرحلة اللي بعد كده مرحلة الاسترجاع، إن أنت إزاي أنت عندك كم هائل من المعلومات في دماغك، ويمكن العلماء بيقولوا إن الذاكرة الإنسانية غير محدودة، فعندك كم هائل من المعلومات بتكتسبه كل يوم. فأنت في حالة لما تكون عايز تفتكر حاجة معينة المفروض إن أنت تستدعيها من الذاكرة في ما بين مليارات المعلومات. فلو حصل مشكلة في الاسترجاع تقدرش زي مثلا من أكتر الحاجات اللي تبين مشاكل الاسترجاع، إن أنت ساعات بتقابل شخص معين كان معاك في الدراسة مثلا أو كان معاك في شغل قديم، أنت متأكد إن أنت عارف اسمه واسمه موجود في الذاكرة، لكن أنت مش قادر تسترجع اسمه لدرجة مثلا إن أنت بتكون فاكر أول حرف من اسمه. فمثلا لو أول حرف من اسمه ألف تقعد تفتكر هل اسمه أحمد، هل إبراهيم، هل فدي بتبان قوي مشكلة استرجاع المعلومات من الذاكرة. زي ما قلنا أول عملية من عمليات الذاكرة اللي هي عملية التشفير، احنا بنقوم بتشفير المعلومات اللي بتجينا من الحواس اللي هو تقدر تقول عليها الذاكرة الحسية. طول ما احنا عايشين بيجينا معلومات من البصر ومن الأذن. الذاكرة بتاعتنا بتركز على المعلومات اللي احنا ان احنا ركزنا معاها. يعني انت مثلا على سبيل المثال لو انت موجود في حفلة فيها دوشة بيبقى جنبك كم غير مهول من المعلومات الحسية، انت شايف حاجات كتير وسامع حاجات كتير، لكن انت بتقدر تركز انتباهك على حاجة معينة. فبالتالي هي ديت اللي ما بين كل المعلومات اللي حواسك شايفاها، هي دي المعلومات بس اللي بيتم تشفيرها، ولما تتشفر تدخل لمرحلة التخزين في الذاكرة. فبالتالي أقدر أقول لك إن الذاكرة بتاعتنا ما بين كل المعلومات اللي بتجيلها من الحواس بتقدر تركز على المعلومات اللي احنا شايفين إنها مهمة أو مركزين معها. لما بنركز على المعلومة قبل ما يتم
تخزينها في الذاكرة، إن الذاكرة نوعين: ذاكرة قصيرة الأمد وذاكرة طويلة الأمد. لما بنركز مع معلومة معينة بيتم وضعها في الذاكرة قصيرة الأمد. والذاكرة قصيرة الأمد بتتميز طبعا إنها ذاكرة قصيرة، متقدرش تحتفظ بالمعلومات لفترة كبيرة. والعلماء بيعتقدوا إن الذاكرة قصيرة الأمد بتتسع لحوالي 7 عناصر. يعني مثلا لو أنت على سبيل المثال لو أنا عرضت عليك 20 أو 30 كلمة مثلا، في الغالب أنت هتحتفظ بآخر 7 كلمات بس، لأنه الذاكرة قصيرة الأمد بتقدر تحتفظ ب7 عناصر وبيتم استبدالهم. فلما أعرض عليك 30 كلمة، أنت في كل مرة هتحط 7 كلمات في الذاكرة، هيجي 7 كلمات غيرهم هتشيل دول وتحط ال7 الباقيين. ففي الآخر خلاص يمكن تقدر تفتكر بس ال7 كلمات الآخرين. والذاكرة قصيرة الأمد تتميز إن هو المعلومات بتفضل فيها لفترة بسيطة، لو ما انتقلتش بعد كده للذاكرة طويلة الأمد يبقى أنت هتنساها تماما وكأنها ما حصلتش قدامك. الفرق في فروق ما بين الذاكرة قصيرة الأمد والذاكرة طويلة الأمد في تخيلهم للمعلومات. بمعنى إن الذاكرة قصيرة الأمد بتخزن المعلومات أو بتفهم المعلومات بشكل صوتي، يعني بتركز مع الصوت أكتر وبتركز المعلومات بشكل صوتي. واللي يثبت لك حاجة زي ديت تجربة عملوها العلماء. لو أنا طلبت منك إن أنت تحفظ الحروف ديت اللي هي تي جي في بي دي كلها بنفس نبرة الصوت تقريبا أو على نفس الصوت، مش هتقدر تحفظهم. على عكس ان لو طلبت منك تحفظ حروف تانية زي زي وار وواي وال وكي ودبليو مختلفين في الصوتيات شوية، تقدر تحفظهم بسهولة. فمن هنا اقدر اقول لك ان الذاكرة قصيرة الامد بتحتفظ بالمعلومات على شكل اصوات. بعد ما انت دخلت المعلومات في الذاكرة قصيرة الأمد، زي ما قلنا في حالة إن أنت ما اهتمتش بالمعلومات دي، فالمعلومات دي بتتلاشى. لو اهتميت بيها بتنتقل مباشرة للذاكرة طويلة الأمد اللي هي تقدر تكمل فيها لفترة أطول، بشرط إن أنت تكون مهتم بالمعلومات اللي هي هتتخزن ديت. وعلى عكس الذاكرة قصيرة الأمد، الذاكرة طويلة الأمد بتحتفظ بالمعلومات على شكل معنى، ما بتحتفظش على شكل صوت. على سبيل المثال لو أنت أنا حكيت لك قصة وقلت لك احفظها، أنت استحالة تقريبا إن أنت تعيد عليا نص القصة زي أنا ما قلتها تماما، لكن أنت بتحفظ معنى القصة وتقدر تردد عليا معنى القصة تاني. فده تقدر تقول إن هو فرق كبير ما بين الذاكرة قصيرة الأمد والذاكرة طويلة الأمد. ومن نصايح العلماء علشان تقدر تحفظ الكلمات بشكل أسهل في الذاكرة طويلة الأمد، إن أنت الكلمات تكون أقصر. تحاول تخلي الكلمات أقصر، وكل ما تردد الكلمات أسرع هتتحفظ بشكل أسرع. طبعا ذاكرة الإنسان زي ما قلنا إنها مختلفة عن ذاكرة الفيديو. زي ما قلنا إن أنت حتى في الذاكرة طويلة الأمد لما تحفظ معلومة معينة أو قصة معينة بتحفظ المعنى بتاعها، ما بتقدرش تحفظ النص. زي مثلا الكمبيوتر لما تحط له نص بيحفظه زي ما هو. وأي معلومة ما دخلتش حتى لو وردت عندك على الذاكرة قصيرة الأمد وما دخلتش الذاكرة طويلة الأمد للأسف بتتلاشى. وده دي الظاهرة دايما اللي بنلاحظها، إن إحنا أحيانا قبل ما ننام بيخطر لنا أفكار عظيمة، لكن أفكار عظيمة يمكن لتغيير العالم، لكن لما بتصحى الصبح بتبقى ناسي الأفكار دي تماما، لأنه للأسف ما دخلتش في الذاكرة طويلة الأمد. الذاكرة طويلة الأمد ما هياش تقدر تقول عليها إنها ما هياش ذاكرة مصمتة بتشتغل مع كل المعلومات بشكل واحد، لا ده لها أقسام.
الذاكرة طويلة الأمد لها حاجة اسمها الذاكرة العرضية والذاكرة الدلالية. الذاكرة العرضية بتتعامل بتحفظ الأحداث وأماكنها وإحساسك وقت الأحداث. زي مثلا لما أقول لك أنت اتغديت مع واحد صاحبك في مطعم كذا، فأنت بتفتكر المكان وبتفتكر صاحبك وبتفتكر اليوم وبتفتكر إحساسك وكل الكلام ده. أما الذاكرة الدلالية بتحتفظ بالحقائق والمفاهيم بس بصرف النظر عن الظروف. يعني مثلا أنت عندك حقيقة معينة في الذاكرة إنه النار سخنة، فخلاص دي حقيقة موجودة في الذاكرة الدلالية عندك. مثلا عندك ان انت لو نطيت من مكان عالي ده هيموتك، فدي برضو موجودة في الذاكرة الدلالية. ومن مبادئ خداع المخ لنا انه يعتقد ان المعلومات الاول بتبدأ في الذاكرة العرضية وبعد كده بتنتقل للذاكرة الدلالية. يعني مثلا كلنا اول مرة انت عرفت ان النار سخنة وانت صغير اكيد كانت موجودة في الذاكرة العرضية عندك، ان انت افتكرت اليوم اللي اتلسعت بيه من النار، فإذا المعلومة دي كانت موجودة في الذاكرة العرضية. لكن لما بيعدي الوقت بننسى الذاكرة العرضية، بتنسى وبتفضل بس الحقيقة أو المفهوم موجودين في الذاكرة الدلالية. مفيش دليل واضح إن قسمين الذاكرة طويلة الأجل اللي هي الذاكرة العرضية والذاكرة الدلالية، مفيش أدلة يقينية تقول لك إن هما بيشتغلوا بشكل منفصل عن بعض. لكن في بعض الحاجات اللي يمكن ترجح كده إنه في مرض اسمه مرض الخرف الدلالي، ده بيأثر على الذاكرة الدلالية. يعني بيبقى عندك مشاكل مع المفاهيم اللي انت اتعلمتها طول حياتك ممكن تنساها، لكن ما بيبقاش عندك مشكلة في الذاكرة العرضية. وفي برضو مرض فقدان الذاكرة العرضي، ده بيأثر على الذاكرة العرضية ان انت تقدرش تفتكر الأحداث وأوقاتها وإحساسك ساعتها، لكن تقدر تفتكر الحقائق عادي في الذاكرة الدلالية. في برضو من الحاجات اللي بتأثر على عملية استدعاء المعلومات من الذاكرة. برضو ده جزء مهم ان انت احنا عرفنا الذاكرة والذاكرة طويلة الأمد وأنواعها. في عملية اللي هي عملية استرجاع المعلومات من الذاكرة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي دي آخر مرحلة في مراحل الذاكرة. عملية الاسترجاع لها أنواع. عملية في نوع اسمه الاسترجاع الحر، زي الامتحان بالظبط. لما انت تبقى طالب وداخل امتحان، فالامتحان بيقول لك ما معلوماتك عن كذا، فانت باستدعاء حر مطلوب منك ان انت تستدعي كل البيانات اللي مرتبطة بالعنوان اللي مديهولك، فاذا ده يسمى استدعاء حر. في نوع تاني من الاستدعاء اسمه استدعاء سياقي، ان هو ان انت بطلب منك ان انت تسترجع معلومة لها علاقة بحاجة انا ذكرتها لك في الكلام، فده بيسمى استدعاء سياقي. وده بيبقى اسهل شوية من الاستدعاء الحر، لان الاستدعاء الحر انت بتدور على معلومات في المخ بدون دليل، عايز كل المعلومات اللي لها علاقة بالموضوع اللي انا سألتك عنه. فالاستدعاء الحر بيبقى اصعب شوية، لكن الاستدعاء السياقي بيبقى اسهل ان انت تستدعي المعلومات. في خاصية من خصائص الذاكرة برضو مثيرة للاهتمام، اسمها خاصية المألوفية، وبيستخدمها أخصائيين التسويق في الإعلانات بتاعتهم. إن أنت أحيانا بتقابل شخص يمكن أنت ما شفتوش قبل كده، لكن بتحس إن هو الشخص ده مألوف بالنسبة لك. وأخصائيين التسويق في الإعلانات بيلعبوا على النقطة دي، إن هم يحسوك إن الإعلان مألوف بالنسبة لك، لأننا كبشر دايما بننجذب للحاجة المألوفة بالنسبة لنا. فبالتالي بيشتري منهم العملاء بتوعهم.
من الحاجات المثيرة في موضوع الذاكرة إنه علشان أنت تقدر تفتكر الحاجة بشكل فعال، لازم السياق اللي أنت حفظت فيه الحاجة ديت يكون هو نفس السياق اللي أنت بتسترجع فيه الحاجة. بمعنى إنهم عملوا تجربة، طلبوا من غواصين اللي بيغطسوا تحت المية إنهم يحفظوا معلومات وهم تحت المية، فلما طلعوا فوق على اليابس طلبوا منهم إن هم يسترجعوا المعلومات اللي حفظوها. كان في مشاكل في الاسترجاع، لكن طلبوا منهم إنهم يتعلموا معلومات تحت المية، وطلبوا منهم تحت المية إنهم يسترجعوها، ما كانش عندهم أي مشكلة في استرجاع المعلومات. فهنا تقدر تقول إن السياق، وعلى العكس طلبوا منهم إنهم يتعلموا معلومات في اليابس، ولما جم يسترجعوها في المية كان في مشاكل، لكن لما استرجعوها في اليابس كان ما كانش فيها مشاكل أو حاجة. كمان حالتك النفسية والعصبية بتأثر على استرجاع المعلومات، لكن بشكل غريب شوية. إن أنت مثلا لو أنت بتذاكر الامتحان، لو ذاكرت وأنت متعصب ورحت الامتحان وأنت هادي، مش هتقدر تسترجع المعلومات بشكل صحيح. لازم تنطبق حالتك النفسية والعصبية في وقت ما انت حفظت المعلومات مع وقت وانت بتسترجع المعلومات. فيفضل ان انت لو بتحفظ المعلومات وانت هادي، لازم تحافظ على هدوءك وقت الامتحان عشان تقدر تفتكرها بشكل فعال. ولو انت متعصب، حاول بقى ان انت تكون متعصب في وقت الامتحان عشان تقدر تحفظ المعلومات بشكل بشكل سليم. دي كانت دراسة عن الذاكرة وأنواعها، وإزاي نقدر نحفظ بشكل سليم، وعمليات حفظ المعلومات واسترجاعها. بشكر أي حد شاف الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل له شير.